أهلا وسهلا بكم في قناة جمال أبين. سنسلط الضوء على هذا التقرير الذي أنجزه المراسل نور الدين النجمي، وهذا التقرير يتكلم عن شارع ابن سينا بمدينة الخميسات، ويستوحي أمجاد عاصمة الأنوار باريس. لنستمع جميعا إلى هذا التقرير الذي يظهر خبث مسؤولي مدينة الخميسات. إليكم التقرير. على مر التاريخ وكل الأزمنة، وفي انسياب للأمم وتكاثر للساسة، لقبت كثير من المدن والعواصم والشوارع وحتى الأمكنة بألقاب تعكس الرمزية وسباب التسمية. على مشارف نهاية القرن التاسع عشر لقبت العاصمة الفرنسية باريس بعاصمة الأنوار، كونها كانت أول مدينة أوروبية تضاء مصابيحها بالغاز. كان ذلك سنة 28 وألف. وفي سياق هذه الخلفية ولحدث شبه مشابه، كان لعاصمة زمور الخميسات سبق من نوع خاص واستثنائي للغاية. بدأت القصة يوم الجمعة 4 أغسطس من سنة 2017، حين أعطى عامل إقليم الخميسات مرفوقا بساسة البلاد وأسياد الجماعة والإقليم الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة شارع ابن سينا بمدينة الخميسات. الأشغال تضمنت الكثير من المشاريع: توسيع وإنجاز وتقوية الطريق، إحداث قنوات تصريف مياه الأمطار، وتوسيع شبكة الإنارة العمومية. هذه الأخيرة، الإنارة العمومية، هي من جعلت من شارع ابن سينا أشهر الشوارع في العالم، ليس لكونه ماتت فيه هاجر بصعقة كهربائية، ولا لكون مياه الأمطار لا تصرف في قنواته، لأن شح الإنارة لا يجعلها تبصر أين البالوعة، بل لكون هذا الشارع صنف كأول شارع رومانسي من بين كل شوارع العالم. شارع الظلام وضوء الشموع. الإضاءة هنا تغري بالمشاعر، وأنت عائد لمنزلك قد يستفزك هذا الظلام بارتجال قصيدة أو اقتراف الحب ولو مع الفراغ. حتى وإن كنت مريضا وأردت الذهاب للمستشفى الرابض في هذا الشارع الرومانسي، فالضوء الأزرق الخافت المنسجم مع الظلام سيجعلك تنسى أنك مريض، وتتذكر حبيبتك القديمة وترقص رقصة العاشق الجريح قرب بالوعة المشروع، وتعود لمنزلك على ضوء البيل. إبداع هذا اللقب شارع الرومانسية لم يأتي من فراغ، ففلاسفة وعلماء الإقليم في المجلس فطنوا أن الشارع يحمل اسم ابن سينا الطبيب والعالم، ووجدوا أن ابن سينا هو من اخترع جهاز مراقبة إحداثيات النجوم، وهو من اكتشف أن إضاءة النجوم ذاتية. هكذا قرروا تركيب مصابيح تضيء على ذاتها لا على الشارع. كان معكم المراسل أنظار. طوكيو.